السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. لو لم تكن للذكر إلا فائدة واحدة لكفانا أن نكون على ذكر صباح ومساء. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن احرص واجتهد أن تكون ممن يشملهم هذه الآية، وهو الاطمئنان القلبي. وهنا أذكر على عجالة بعض فوائد الذكر عسى ولعلها تكون نافعة لي ولكم. سأذكرها سريعا وأنتم تبحثون عن أدلتها وهي موجودة في القرآن وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هذه الفوائد أي فوائد الذكر: أولا يطرد الشيطان. إذا أردت أن يكون الشيطان بعيدا عنك ولا يقربك اذكر الله دائما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله. إذن النقطة الأولى يطرد الشيطان، والثاني يرضي الرحمن. بعد ما يطرد الشيطان لا شك فالذاكرين الله والذاكرات هم قريبون من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة: ذكر الله ينور القلب. دائما قاعدة: الذي يذكر الله تراه قلبه ينور. الذي يذكر الله قلبه أو وجهه منور إن شاء الله. بالذكر يجلب الرزق، فقلت استغفروا ربكم، طبعا الاستغفار من الذكر، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الذكر يورث محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله، إذا ذكرت الله الله يذكرك، إذا ذكرت الله الله يذكرك. هذه أيضا من فوائد الذكر. الذكر يحيي القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يزيل عنك الوحشة وضيق الصدر والانكماش القلبي. ذكر الله يحبط السيئات أو يمحو السيئات. هذا أيضا من فوائد الذكر. ذكر الله ينقذ صاحبه من الشدائد ومن محن ومن الكرب. من فوائد الذكر أيضا نزول السكينة. السكينة تنزل ورحمة الله تنزل والملائكة تحف. ذكر الله يشغلك أيضا عن الغيبة والنميمة والقول الزور وكلام الزور. ذكر الله أيضا يؤمن لك، ذكر الله أيضا يؤمن لك الحسرة والندامة يوم القيامة. ذكر الله يشملك الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 من ذكر الله وخشيه. أيضا ذكر الله يقوي الذاكرة، يعني يبعد عنك النسيان. ذكر الله أمان من النفاق. هذا أيضا. ذكر الله من أسهل العبادات ومن أيسر العبادات. ذكر الله يغرس لك غرسا بالجنة. هذه كلها وردت فيها أحاديث. ذكر الله يغني قلبك بالإيمان. ذكر الله يجمع قلبك وعزيمتك وإرادتك. ذكر الله يجمع لك أحبائك، يجمع لك ما فقدت، يجمع لك ما ابتعد عنك. ذكر الله يقربك من الآخرة ويبعدك عن الدنيا.
الذكر رأس الشكر، الذكر رأس الشكر. أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. ذكر الله يزيل قسوة القلب. إذا أردت أن يلين قلبك فاذكر الله. ذكر الله يوجب صلاة الله وملائكته. جميع الأعمال ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين. قوم اجتمعوا يذكرون الله، يتعلمون الدين، يباهي الملائكة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. ذكر الله يسهل الصعوبات، يسهل الصعوبات. ذكر الله يزيد من بركة وقتك. بذكر الله له تأثير عجيب وغريب في الحصول على الأمن والأمان. فالذاكر الله لا يخاف وليس في قلبه وجل. ذكر الله سبب النصر والتمكين دائما أبدا. ذكر الله يقوي القلب. دوام الذكر على الله سبحانه وتعالى في البيت وفي السفر وفي ملك المكان يشهد لك هذا المكان على هذا الذكر. وأخيرا ذكر الله له لذة في القلب ما يعلمه إلا الذاكرين الله. فاحرص واجتهد أن تكون لسانك رطبا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.